في الفيديو ده هنلخص لك الجيم كله في 15 نصيحة بس، وهتلاقي في ال 15 نصيحة دول شوية هبدات وشوية حاجات، وهتعرف الحاجات الصح من الحاجات الغلط. فالفيديو ده هيكون دقيقة او دقيقتين شامل كل حاجة هتحتاجها عن الجيم، فطلع ورقة وقلم كده وركز معايا. بس قبل ما نبدأ احب افكرك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله. اول حاجة معانا افضل دايت. مفيش حاجه اسمها افضل دايت، في حاجه اسمها افضل دايت ليك واكتر دايت انت هتقدر تمشي عليه وانت هتعمل نتيجه منه. تاني حاجه احسن نظام تمرين ليك هو النظام اللي انت هتقدر تمشي عليه وتقدر تزود اوزانك فيه وتقدر تزود عدات ومجاميع فيه. يعني اكتر نظام هتعمل منه نتيجة وشكلك هيبان عليه جامد والقوة بتاعتك هتزيد، اعرف ان ده احسن نظام ليك. تالت حاجة العدات الكتير مش هتخسسك. رابع حاجة ولا العدات القليلة هتزود وزنك او هتضخمك. خامس حاجة تمرين البطن مش هيطلع لك عضلات البطن. سادس حاجة المكملات بالسحر هي بس هتعوض لك اللي انت مش عارف تدخله في النظام الغذائي او مش عارف او مش قادر تاكله. سابع حاجه مفيش حاجه اسمها مشروبات هتنزل لي الدهون او مشروبات هتخسسني. تامن حاجه الكرياتين مش هيشتغل معاك غير بعد 15 يوم، فمش محتاج تعمل فتره تحميل ليه. كمان الكرياتين ولا بيجيب صلع ولا بيجيب فشل كلوي ولا الكلام ده خالص. تاسع حاجه مهما كان مستواك وادمانك للجيم اوعى تضرب هرمونات طبعا، لان اهم حاجه هي حرام. الحاجة التانية هي بتسبب لك أضرار كبيرة جدا. عاشر حاجة ما ينفعش تسخن بضغط أو عقلة أو متوازي قبل التمرين، لأن الحاجات دي تمارين أنت بتلعبها بوزن جسمك، فالحاجات دي مش تسخينات ما ينفعش نسخن بيها. 11 الكارديو تلعبه بعد التمرين مش قبل، عشان ما تطلعش الطاقة بتاعتك قبل التمرين وبالتالي مش هتقدر تزود أوزانك في التمرين. 12 الكارديو مهم جدا لتنزيل الدهون، عارفين ده كلنا، ولكن هو اهم لعضلة القلب فلازم تلعبه حتى لو انت مش هدفك تنزل دهون. 13 انت ممكن تنزلي الجيم عادي وما تخافيش مش هيطلع لك عضلات زي الرجالة، لان انت بطبع الهرمون التستيرون عندك قليل، فمهما عملتي عمر ما هتبني عضلات زي الرجالة. 14 تقدر تخلي وجباتك 3، مش لازم تخليهم 6 و7 و8 و9 زي ما كلنا بنسمع. اهم حاجة انك تدخل سعراتك او تدخل احتياجك. 15 والاخيرة ان مفيش حاجة اسمها سبوت فات ريدكشن او مفيش حاجة اسمها تخسيس من منطقة معينة بس. وده كان الفيديو بتاعنا. يا ريت لو استفدت من الفيديو تعمل لايك للفيديو وشير لاصحابك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية، وما تنساش اهم حاجة انك تصلي على النبي.